السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهارده عن الماتش بتاع الأهلي والوداد نهائي البطولة لما ماتش الذهاب طبعا. الأهلي دخل الماتش ده برسم خطة 4-3-3. الوداد نازل نفس التكتيك. عبارة الشوط الأول كان عبارة عن الأهلي ضاغط، والوداد كان يعتبر بيضغط من نص الملعب، سايب له بيضغط من نص الملعب يبدأ يقابل. كان ما بيضغطش، سايب له الاستحواذ. الكلام ده كان بيلعب على كرة عرضية يخلص منها المباراة. كان ساب للاهلي الاستحواذ، وده كان اخطر حاجة عملها المدرب بتاع الوداد، انه ساب للاهلي الاستحواذ. وانك تسيب الاهلي الاستحواذ اعرف انك مهزوم 3-4. فده مدرب غريب صراحة، يعني ما درسش النادي الاهلي كويس، ما شافش الماتشات بتاع الدوري ان اللي بيسيب للاهلي استحواذ بيشيل النتيجة جدين، واللاعيبة بتاعته مش على قدر الامكان والقوه بتاعت لعيبه النادي الاهلي، اللي هي مش هتستحمل اصلا كل الضغط ده وكل كل الهجوم اللي هيبقى عليها من لعيبه النادي الاهلي. وبان من الشوط الاول الاستحواذ 75% تقريبا 25% للنادي الاهلي. النادي الاهلي صراحه عمل ماتش يدرس. مارسيل كولر صراحه بيمتلك كميه لعيبه، ويعتبر من صفوه في افريقيا على العموم. انت بتتكلم نص ملعب، يعني لو واحد نسخه كويسه من ديانج، الباصات بتاعته كانت كويسه، كان خلص كور كتيره جدا جدا. صراحة المدرب بتاع الوداد ما قراش الماتش خالص، ما قراش الماتش بالطريقة المطلوبة. مارسيل كولر تفوق عليه تفوق كبير جدا. بعض الكور اللي ضاعت وكده كانت أثرت على النادي الأهلي كان الماتش ده طلع 3-4 مستريح. مستريح صراحة. أنا بالنسبة لي نجم الماتش ده هو، لا، هم في ثلاث نجوم. الأول حسين الشحات، الثاني حسين الشحات، الثالث مصطفى شوبير. الثلاثة الاثنين دول من غيرهم الأهلي كان لعب ماتش سيء جدا. استحواذ طبعا النادي الأهلي وكل حاجة، لكن صراحة ما انساش فضل اللاعب حسين الشحات ده. أنا بجيب بيه، لو حد شاف الحلقة بتاعت ملخص الدوريات اللي أنا عاملها قبل ديت، لا، حسين الشحات كبير. انا بتجنن يا جماعه بسمع الماتشات، الناس بتقعد تشتم وكلام من ده، واناني ورونالدينيو ومش رونالدينيو وشيفشينكو ومش عارفه ايه وكلام من ده. لا، حسين الشحات لعيب كبير. لعيب ده لو مش عارف سنه كام سنه، بس اللعيب ده ازاي ما كملش بعد الامارات. لا، لعيب كبير كان هيوصل. مهاري سريع، لمسته حلوه. الكوره الاولانيه بتاع الجون كوره ميته، هو اللي رفعها وبتاع، حتى لو تلاحظ تو جري عليه. ماتش الاهلي عمل فيه يعتبر كل حاجه: سيطره، استحواذ، اسمه ديت حسين الشحات عمل كل حاجه. كهربا لعب كويس جدا. مروان عطيه يا جماعه، ده حته كده بتاعت سايس اما كان مع فرجاني سيس، لما كان مع الزمالك. ده اللعيب اللي هو طلع من، حاسه كده كورته حلوه وسهله وبسيطه. لعيب مش قليل ما تلاقي منه في الدوري المصري، وكويس انه مش اجنبي وكده. كان نفخهم في العمله وكلام من ده. لا، عجبني قوي. وفي حاجه غريبه يا جماعه، انا صراحه انا يمكن ناس بالنسبه لها محمد هاني مش قائد. القائد يا جماعه ليه صفاته وليه مميزاته وليه كل حاجه. يعني انا بالنسبه لي تديها لعلي معلول، ما تديهاش لمحمد هاني. محمد هاني يا جماعه شاب تقولش عشريني. اللعيب استفز حاجه بضينه، بيلبسه نظار، بيقول له خد نظار اهو، يعني وشايل القياده. لا، ما ينفعش، يعني حاجه غريبه جدا. انا اديها لعلي معلول، تديها لعلي المعلول، تديها لمحمد شريف، ما تديهاش لمحمد هاني. حاجه يعني لا، محمد هاني قائد صعبه. مصطفى شوبير عمل ماتش هيحسب له. الماتش ده كان هينجمه يا هيضيعه. لا، حارس كبير، حارس يعتمد عليه. بيفكرني في كيبا او في اول مواسم بتاعته مع تشيلسي. ما يغركش ان هو يعني حبيته صغيره يعني شويه، لكن لا، حارس قدامه. ما اعتمدش على علي لطفي. دي حاجه غريبه، اللي كان بيبدا الماتشات كتيره في حاله اصابه الشناوي وعدم جاهزيه الشناوي، واعتمد على شوبير. لا، شوبير اثبت ان هو لا، حارس كبير. يعني انا شفت الحته اللي هو طلع بقى بتاع الكره، اللي هي كانت هتغير مجرى الماتش، اللي طلع فرد جسمه دي، اللي هي الحركات بتاع الناس الحراس الالمان. شوبير بيتفرج على نور، وبيتفرج على تير شتيجن، وبتابع تسجيلاتهم وماتشاتهم. ده اللي يدل على كده. محمد عبد المنعم، لا، نص في الدفاع متأمن. نص الملعب عمل ماتش بيرفكت. حسين الشحات حاجه الغريبه اللي انا استغربتها من مارسيل كولر، انه طلع حسين الشحات. حسين الشحات عمل كل حاجه في الماتش. يعني لو هتطلع اي لاعب في الماتش ما تطلعش حسين الشحات. هو بصراحه نص الملعب كان مسيطر تماما على الماتش. غلط.
كان نجم المباراه بالنسبه لي رقم واحد حسين الشحات، طلعه في الدقيقه تقريبا 80 او كانت حاجه و70. ده تغيير ما مش شايف له مبرر خالص اللي حصل. برضو كان في نجم الماتش، برضو كان الحكم كان يعني حكم غريب ما تعرفلوش. لا الحكم ده ما يحكمش نهائي، كل كوره فيها شك، شخصيته ضعيفه. اللعيبه لما تجري تزوم عليه تحس انه خايف كلام من ده. الكوره اللي هي طرد مباشر، اللي هي اللاعب لما مسكها بايده وتاو رايح انفراد، يعني ديت انت لو جبت واحد يعني بيحكم دوري درجه ثالثه في اي، لا هيحسبها طرد. ايه وكل كوره فار ملهاش عصام في العازه وفاولات، واي نعم ليه كورتين، الكوره بتاع ضربه الجزاء ده انا بالنسبه لي شايفها مش ضربه جزاء بتاع حسين الشحات، كذا كوره احتكاك تافه وكده يعمل عليه صراحه حتى الماتش في كذا كوره ضعيف الشخصيه ما يحكمش نهائي. ازاي ده لجنه الحكام او الكاف عينته انه يبقى حكم نهائي؟ والكوره دي بتاعت الطرد دي كانت هتغير الماتش. يعني ازاي الكوره دي مش طرد بتاعت بيرسي تاو يعني؟ يعني اديني سبب ومبرر ان انت اديته انذار مع ستة، وكان واقف في وش الكوره وكان اخر لاعب وما ادالوش طرد. برضه وقف الماتش كذا في كذا حركه كده، يعني حكم غريب بالنسبه لي، يعني عمل حاجات خزعبليه. يعني كان هيجلط اي واحد محروق بيشجع النادي الاهلي كان في الماتش ده كان هينجلط بسبب الحكم ده. وليبيا وحكم ليبي يعني ليبيا بقى لها بتاع 10 5 سنين في حرب وكلام من ده، لسه الكوره لسه جاريه لسه بتجري عندها. يطلع حكم يحكم نهائي دوري ابطال؟ لا غريبه، غريبه جدا جدا ده يا جماعه، ولا كأن في حاجه حصلت، حاجه وقعت يعني. فبالنسبه لي دي حاجه يعني برضه غريبه جدا جدا. انك كل كم الغلطات الرهيب اللي عملها الحكم اللي هو الليبي ده. لكن صراحه ماتش خلص 2-1، سيناريو غريب يعني. الاهلي كان قريب انه يحصل هدف، انه يحرز الهدف الثالث والهدف، وكمان انا كنت متوقع ان الماتش يخلص 4 للنادي الاهلي. لكن كرة غلطه من علي معلول. علي معلول لعب ماتش سيء جدا، كان من بدايه الشوط الثاني يعني علي معلول صراحه الهدف منه تشتيت غلط والكرة انقطعت منه، هي بس الكرة عايزه نادي الوداد يعمل. وفي برضه حاجه حابب اقولها يا عم عصام الشوالي، ما تخليك حيادي يا اخي. صراحة بان قوي تحيزه للهلال للوداد. كذا كورة وفي كذا كورة، لا صراحة أنا شايفها يعني تقولش ولاد عم، رغم إن هو تونسي يعني، لكن تونس والمغرب إيد واحدة ما تعرفش الكلام من ده. كان واضح قوي إنه كان عايز الوداد يتعادل، أو هاري دايس في حتة الوداد. وبرضه الحكم المساعد اللي هو كان ماسك على ناحيه النادي الاهلي، هو الحكم بتاع الشوط الاول هو الحكم بتاع الشوط الثاني. كان في حاجه غريبه، الكره بتبقى تسلل كان بيسيبها. الكره اللي جت في العارضه ديت وردت دي صراحه كانت تسلل، وفي كره ثانيه كانت تسلل برضه عداها بيسيب الهجمه، يعني هجمه تبقى ميته وتغيب بتاع 5 6 لحد ما ننسى التسلل كان في ايه. وممكن يعني كانت ده حاجه غريبه انا شفتها من حكم الرايه، يعني صراحه حكم غريب جدا سواء اللي كان بيلعب في الشوط الاول او سواء كان الشوط الثاني. وفي كمان نقطة الجماعة بتوع أفريقيا عامة، يا جماعة العبوا كورة. مش لاعب جبت جون أو خايف إن جون في الماتش بتاع العودة إنك تموت اللعب، إنك تقعد تقع ربع ساعة وثمان دقايق الشوط الثاني وخمس دقايق الشوط الأول، ضاع منهم في الخمسات ضاع منهم دقيقتين هنا وثلاث دقايق هنا. يعني حاجة غريبة جدا شايفها مش طبيعية، ومش اللعيبة كده. اللعب بتاع أفريقيا مش هتقدم بالطريقة دي. حتى الواد الافريقي اللي كان بيلعب ده لعيب باين كورته حلو، لكن كل كوره برده كان بيقع. مش عارف فكرنا في الدوري المصري زي ما ابراهيم كان بيقول، لعيب لما كان بيقع تحس انه واخد طلقه. كميه تضييع وقت بطريقه غبيه جدا. ماتش نهائي، ماتش بيحصل كل ما طول الموسم انت مستنيه، يعني تقعد تضيع في الماتش عشان خاطر اي نعم بطوله وكده، بس برضه انتوا بتموتوا الشغف بتاع كره اللعب يا جماعه، ما تجنوناش برضه. برضه ما تاخدش بالك من الحاجات اللي وقعت دي، برضه بتحصل في احسن الظروف. صراحه ماتش النادي الاهلي اتوقع له ان هو هيكسب، وانا كنت متوقع النادي الاهلي هيكسب 3-0، لكن 2-1 يعني هجمه طق جون. كانوا بيلعبوا على كره واحده، بيقعدوا يعني اللي انا من لعب الترجي من لعب الوداد ان هو بيسيب لك الاستحواذ، يسيب لك كل حاجه عايز، بس ما عندوش سرعات، يعني حاجه غريبه يعني. ما عندوش سرعات كافيه او لعيب سريع او مهاري جدا، يعني هم معتمدين على الكرات العرضيه سواء من ركنيات سواء من كلام من ده. عندهم لعيب زي المترجي ده، زي الواد الانهاء بتاعه كويس جدا. دول اللي هيلعبوا عليهم في الماتش العوده. بس انا متوقع في ماتش العوده ان النادي الاهلي يكسب طبعا.
النادي الاهلي كان متفوق عليهم في كل حاجه، في استحواذ، في تسديد، في عرضيات. بيرسي تاو كان فايق الماتش ده، هو حسين الشحات. كهربا لعب ماتش كويس جدا. وان شاء الله يعني الفوز للنادي الاهلي وتاخد تبقى البطوله ال 12 او ال 11، ما مش ده أقول. ان شاء الله يا جماعه انا هعمل لكم صراحه فيديو يعني، بص عليه. الفيديو اللي قبليه الفيديو بتاع الملخص بتاع الدوريات السيتي ونابولي والاهلي والزمالك والكلام ده، لو حد بص عليه ممكن برضه يقول لنا كلام من ده، يدينا رأي. برضه لو عايز تقول لي تسألني في اي حاجه كلام من ده، برضه اخوك برضه ماشي يمشي الدنيا. كان معاكم محمود العباس في دقيقه كوره. ما تنساش تخبط لنا ايه تعليق. ده لو عجبك الفيديو او بصيت عليه، برضه ما بصيتش عليه يمكن بص عليه. سلام.